فل ومساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. النهارده الفيديو مختلف ليه؟ الفيديو النهارده انا هتكلم عن اكتر حاجه انا بحبها واكتر حاجه متعلق بيها في الكوره، وهي الزمالك. طبعا مش كتير منكم هيبقى مستني فيديو ان انا اتكلم على الزمالك او كده، بس صح. انا عايز اتكلم على الزمالك وعايز اتكلم على شويه القضايا اللي ماشيه، وعايز اتكلم على شويه المشاكل اللي حاصله في النادي دلوقتي، وافلاس ومش افلاس ومفيش فلوس ولاعيبه كتير هتشتكي ودنيا. انا عايز ابدا بالمشاكل ولا ابدا بالاحصائيات؟ لا، انا ابدا بالمشاكل الاول. اول حاجه في مجلس الاداره. انا طبعا الحلقه دي مش هيبقى فيها اي حاجه، هتبقى حلقه كده وسخن كله. انا مش هقطع في الحلقه، مش هتكلم، مش هتكلم بطريقه وديه، مش هتكلم بالراحه. واحد اهلاوي قاعد شمتان. ففي مجلس الاداره احنا لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي احنا واصلين لمرحله صعبه من ناحيه مستحقات. مفيش لعيبه تاخد مستحقات. طلع الاشاعات اللي طالعه ان مفيش في خزينه النادي غير 15,000. منين؟ وفين الملايين اللي كانت موجوده مع النادي؟ فين الملايين اللي دخلت من شركات الراعيه؟ فين الفلوس اللي دخلت من شركه نايكي، العقد الرعايه بتاع شركه نايكي؟ فين عقد رعايه ريجينا بقى المكرونه اللي حطيناها لي هنا، وشركه 7 اللي حطيناها لي هنا، وشركه مولتو اللي حطيناها لي هنا؟ فين الفلوس بتاعت ده كله؟ فين رجل الاعمال اللي داخل اللي بيتحكم في اداره مجلس اداره نادي الزمالك؟ زي ما انا وجهه نظري كده، الكابتن الاستاذ المحترم ممدوح عباس. فين فلوسه؟ ولا لازم يستنى لغايه ما النادي يقع ويحط فلوسه؟ طيب هو قال انا هخش ادعم نادي الزمالك، هو مش مطالب، جميل، هو مش مطالب، بس انت حاطط نفسك في الصوره. يا تبعد نفسك عن الصوره، يا تبقى حاطط نفسك في الصوره وتدعم. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاستاذ المبجل اللي معرفش جايبه لنا من انهي مركز شباب، الاستاذ هنيك فريرة، هل ده مدرب يصلح لاكاديميه شباب؟ يعني ايه شايف قدامك؟ اتكلم طبعا عن ماتش واحد يا عم. الراجل يا عمي حلو اهو يا عم. حلو فين؟ انت يعني شايف قدامك فرقه زي الاهلي بدأ في اسوأ مستويات ليها من على بعد 5-6 سنين ورا، دفاعها مهلهل، حرس الحدود كل على قفا دفاع الاهلي عيش، كهرباء الاسماعيليه كل على قفا كل على قفا دفاع الاهلي عيش. وانا جينا كلنا على قفاكم. انا مش بغلط، ما بسبب مدرب، ما كل ده بسبب مدرب. انت كلت على قفانا عيش بسبب مدرب. ليه؟ مدرب جبان بكل معنى الكلمه. يعني ايه تاخد بدات اول 10 دقايق كويس ورحت هددت بدل الكوره كورتين، طب تمام كمل. لا، رحت عامل لو بلوك، فكر نفسك ارسنال ارتيتا، رحت عامل لو بلوك ويا باشا مدي الاهلي الكوره. هو انت ما تعرفش ان اللي بيسيب للاهلي الكوره الاهلي بياكله؟ انت ما تعرفش كده؟ اديك حصل كده، سيبت الاهلي كوره والاهلي كلك. طيب السنه دي انت شايف ايه من الفرق كلها؟ اضغط على الاهلي ضغط عالي، قابل الاهلي من نص ملعبه، هتكسب الاهلي. بيراميدز عمل كده، مودرن عمل كده، تعادل مع الاهلي. كهرباء الاسماعيليه عمل كده وكان كابك وكان على يعني فاضل له سنس ويتعادل مع الاهلي 3-2 وصلت النتيجه، دول فاول بن شرقي. طيب دي مش موضوعنا ان انا معايا مدرب مفلس حرفيا، لازم يحصل تغيير. غلط في الاهلي وخش في الزمالك تاني. نبص لاثنين مدربين واحد والاثنين مصريين. يعني انت عندك ازمه حاليا. اي نعم انا متفق ان مفيش مدرب هيجي بجهازه الفني ياخد 50,000 دولار في الشهر. حاليا الاهلي مدربين اللي بيفوضها بتتكلم في 5 مليون دولار و6 مليون دولار في الموسم. ماشي، طب انت مش ما تبص عليها من ناحيه تانية، ان مفيش مدرب في العالم هياخد 50,000 دولار في الشهر. ده بتاع طعميه. بيعوا النادي واشتروا بيب جوارديولا. ده بتاع طعميه والله، ده بتاع طعميه حرفيا. الحاجه الثالثه بقى مش الثانيه، ارض 6 اكتوبر. طبعا انت رحت بعت اصول وشهادات في ارض 6 اكتوبر، هي مش ملكك، الدوله سحبتها منك. طب فين بقى اتحاد الكوره؟ فين الكابتن اشرف صبحي الزملكاوي اللي انتوا بتقولوا عليه زملكاوي؟ فين هو؟ مش موجود، مختفي تماما. الناس هتردنا عليك بعد كده. مختفي تماما، اشرف صبحي مختفي. نخرج من النقطه دي، يعني الواحد ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي. هو طلع يتكلم، طب يعني النقطه بس برضه عن الكابتن اشرف صبحي، طلع يتكلم قبل كده مع الكابتن احمد شوبير وقال لك انا ما فيش حاجه الاهلي بيعوزها ما بتحصلش، والحاجات دي موجوده، والبدايات دي موجوده. وكابتن احمد شوبير قال له بمعنى ايه؟ زي ايه؟
قال له حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. طب احنا عايزينك يا كابتن الفتره دي الزمالك بيقع ماديا وفي ازمه ماديه ما حصلتش على مدار تاريخ نادي الزمالك حاليا. احنا عايزين حضرتك تعمل معانا الحاجات اللي تتقال والحاجات اللي ما تتقالش. نخرج بقى من القصه دي، نخش على قصه فنيه شويه، كملعب ككوره كارقام كحاجه انا مجهزها. حاجه انا مجهزها هنا في الكراسه الحمراء الصفراء دي. من عندك كمان. الزمالك بيلعب يعني ايه على استحواذ. طيب انت بتلعب على استحواذ وقوه ونقطه قوتك كانت الاستحواذ. في اهم ماتش في الموسم انت رميت يعني نقطه قوتك دي رميتها في الزباله قدام ماتش الاهلي. انت اعلى نسبه استحواذ جايبها 71% قدام فاركو و70% قصاد المقاولين العرب. طيب في ماتش الاهلي اللي انت المفروض تبقى فيه اللي فرق الدوري بتستحوذ على الاهلي عادي، كهرباء اسماعيليه استحوذ على الاهلي مستحوذ عليك بنسبه 66%. انت كنت اصلا سايب له الكوره، انت ما رحتش غير هجمتين، ناصر ماهر وعداد دباغ فاضوا الماتش، هوب بعدها بشويه جبت جون، جايب جون في الاهلي. والاهلي الماتش ده لو خسر الدوري خلاص، لازم يكسبه عشان يرجع للمنافسه. فانت كنت تستغل حاجه زي كده والسرعات اللي عندك كنت تضربه، لكن انت وقفت له. طيب الزمالك على مدار ال10 ماتشات عامل 131 تسديده، ده ارقام انا مجهزها، يعني بمعدل 13 تسديده في الماتش. الاكس جي اللي هي الاهداف المتوقعه في ال10 ماتشات، احنا جايبين كام جون في ال10 ماتشات؟ قصدي متوقع كام جون في ال10 ماتشات؟ متوقع 11 جون و89 من 10، 11 و89 من 10 يعني 11 جون ونص، يعني بمعدل جون ونص في الماتش. فدي ارقام كويسه. نص الكرة دخلت وخرجت تاني. دي ارقام كويسه كاكس جي. طبعا انت جايب في الدوري السنه دي 14 جون، فانت معدي الرقم اللي انت متوقع منك، فدي حاجه كويسه. في حاجه تانية انا حبيت اقص عنها، ان نسبه الكرات العرضيه عندنا في الزمالك، يعني احنا عاملين 166 عرضيه في 10 ماتشات، يعني بمعدل 16 عرضيه ونص في الماتش. الاهداف المسجله احنا مسجلين 3 اهداف من ضربات جزاء. الحاجات دي انا كنت مش عقلي مش دفتر، انا كاتب كل حاجه قدامي. 12 هدف من العمق وهدف من خارج المنطقه وهدف محمد شحاته اللي من نص الملعب. 3 اهداف بالرجل الشمال و9 اهداف بالرجل اليمين وهدف برأسيه. طبعا احنا جايبين هدفين بكرات عرضيه، الهدف بتاع احمد ربيع اللي من ركنيه دي تعتبر كره ثابته، تعتبر كره عرضيه متحركه. الكره العرضيه المتحركه الجون الوحيد بتاع عداد دباغ في ماتش الجونه اللي عرضيه ناصر ماهر اللي جابه في فخدته. ما علينا. في كمان حاجات واحد برضه حبيت ابص عليها كده، دقه الركنات عندنا 32%، فما شاء الله. طبعا ده حاجه حابب انبه عليها، غياب احسن منفذ ركنيات، احسن منفذ كرات ثابته في مصر على نادي الزمالك، واحسن لعيب في مصر على نادي الزمالك. عامل طبعا الكلام ده انا هتشتم عليه بس مش مشكله، ان منفذ الرقم 1 في الاهلي هو زيزو، كان عندك هو منفذ رقم 1، فشوف بعد ما زيزو كانت النسبه فوق ال80 نزلت 32%. يا ابني نسبه الكرات الطويله عشان انت ما عندكش حد يطلع بالكوره من ورا، عيدل لا دونجا بيطلع بالكوره، لا حسام عبد المجيد بيطلع بالكوره، لا الونش بيطلع بالكوره، غاب عنك حمزه المسلوسي. نعم جالك محمد اسماعيل في نفس الكواليتي شويه، بس نسبه الكرات الطويله عندك 55%، فدي حاجه كويسه يعني مقبوله. نسبه انك تستحوذ على الكوره في نص ملعب الخصم 72%، ده بقى اللي انا كنت بتكلم عليه. اشمعنى قدام الاهلي انت ما رحتش؟ يعني انت ما رحتش ماشي. في نص ملعبك 93%، يعني انت برضو يعني انت هتمسك كوره وبتبني لعب، بتطلع بيلد اب وتيكي تاكا بقى وجارديولا بقى يا عم نيكا فيريرا ماشي. استحواذ مجمل يعني المجمل المتوسط بتاع الاستحواذ 56%، طلع ب5 شباك نظيفه، والتقييم من سوفا سكور 6.89 من 10. انا طبعا التقييم ده ما يلزمنيش، ادي الزمالك السنه دي كاداء. الزمالك طبعا انا الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده مع اكتر من حد، قلت له الزمالك احنا بنكسب بس مش بنلعب، احنا بنكسب بس. أيوة احنا ما حصلناش شفنا ماتش الزمالك لعبوا كوره غير ماتش المصري وماتش فرق من 10 ماتشات، 8 ماتشات الزمالك كسب منهم كذا ماتش وتعادل وخسر وما جاش. بس ده اللي انا حابب اقوله، فيديو بسيط كده عن الزمالك. ده ابسط حاجه عندي عن الزمالك. ازاي؟ انا حبيت اقول ارقام. انا لو بدات في الصياح، انا لسه ما صحتش، لو بدات في الصياح انا ممكن افتح لايف 3 ايام اصيح فيه. وعايز رايكم تعال نصيح مع بعض عن الكادر ده ولا الكادر بتاع الفيديوهات اللي قبل كده. والشخص اللي قاعد ورا الكاميرا ده
خليكم متشوقين عشان تشوفوه. ما بيفهمش كوره اصلا. هو واحد ما بيفهمش واحد كورة. واحد اهلاوي ما بيفهمش كوره. طبعا مش كل الاهلاويه ما بيفهموش كوره، في اهلاويه بيفهموا كوره أنا بس ما بفهمش الاغلبيه زي الاخ اللي قاعد ورا الكاميرا ده. فانا حابب اشكركم وان جاي شاء منك ساعة اللي الله وان شاء الله الجاي احسن بكتير باذن الله. وحابب انبه على حاجه قبل ما نقفل الفيديو، ما تنسوش اللايك، الشير، الاشتراك، شير بقى في كل حته بقى. خش على الجروب بقى، جروبات بقى هنا، وارمي الفيديو بتاعي وسبسكرايب اهو زي ما هو بيقول سبسكرايب، وارمي الفيديو بتاعي هنا وارمي الفيديو بتاعي هنا وبس. هو ده اللي انا طالبه. واحلى مسا عليكم يا جدعان، سلام عليكم.